السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات قناه مزرعه بيولوجيه لينا. هذه الحلقه اخوتي غادي تكون باختصار، وغنتكلم فيها على بعد انتهاء موسم الزيتون. منين تيساليو الناس السقيط ديال الزيتون شنو تيديروا؟ منين تيسالي الفلاح من السقيط ويدي الزيتون ديالو ويطحنو ويجيب الزيت وصافي، كتبقى اخر مرحله اللي اغلبيه ديال الفلاحه تيكونوا غافلين عليها، واللي هي هذه تتسمى عملية الزبير ولا التنقية. تتنقي الزيتون ديالك بالخصوص اللي يكون الا كانت عندك الزيتون داك النوع الكبير بحال هذا، ماشي بحال هكا، تتلقاها مسدودة من الداخل وتيولي فيه بحال هذا المرض هذا. وهذا من الاسباب ديالو انه تيكونوا الناس تيكون الزيتون باقي فازك، تتكون صبات الشتا الليل كامل واش تتصب مثلا وتتحبس لغد لي في الصباح وتيخرجوا الناس تيسقطوا. هذه من الاسباب ديال هذا المرض هذا. على العموم كما قلت لكم اخوتي، ضروري مع عمليه التنقيه، ضروري الشجر خصك تنقيه وتهلا فيه. بحال اللي عندك نتايا الشعر ديالك الراس ديالك هذاك ملي تتغوف لا تحس بالقنطه تتقنط، ولكن ملي تتحسن راه تتخفف شويه. هاد العمليه ضروري خصها دار. كاين اللي تيديرها على 3 سنين، كاين اللي تيديرها على 4 سنين، على حسب. كاين اللي على 6 سنين ولا 7 سنين، على حسب كل واحد والاستطاعة ديالو. كاين اللي تينقيها عام ويخدمها عام في الارض ديالها، يحرثها ويدير عليها لانكري. كاين اللي ما تيديرش كاع داك الاملاح والعضويات، تيدير الغبار الطبيعي. وكاين اللي ما تيخدمش كاع، تيخدم غير على القاعده ديالها هكا هكا، تنقش عليها بالصابه وينقيها من داك الجذوع اللي تيكونوا كارمين ويابسين، باش ديما تتبقى الشجره نقيه. كما تشوفوا اخوتي، تبدا من الفوق وانت هابط تنقيها بحال هادو، بحال هادشي، ماشي بحال هادشي هذا خصو يتحيد، كان لا يبقى. علاش هذا ما كانش يبقى بحال هادشي هذا، وما خصوش يبقى اصلا. وهادو راه تيعاودوش غادي يستعملوهم الناس، يشعلوا بهم داك الفرنات، يطيبوا بهم الخبز، يسخنوا بهم الماء. هاد العواد الغلاظ تيطيبوا بهم طاجين ولا يسخن بهم الماء، وتيبقاو ديك العبيده ترقاك وداك الوراق تيزندوا بها الفرن كما تيقولوا، ولا داك الفران البلدي ديال التراب. يعني اي حاجه تتخدم. هادشي اللي كاين. وما تنساوش اخوتي دعمونا بلايك واشتراك. قناه مزرعه بيولوجيه لينا تحاول ديما تجيب لكم معلومات صحيحه. وما تنساوش ديما الزيتون ولا اي شجره نقيوه نقيوه نقيوه، والغرس حاول تغرس كل عام، غرس 2 او 3 ديال الشجرات. وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك، والتحيه والسلام عليكم، والله يسخر الامور الجميع.